ايوه 2 4 6 8 10 فراشة الحاجة حودة بترحب بكم واتمنى لكم قضاء اسعد الاوقات معها. النهارده هنستكشف مع بعض امبليفاير جديد تقيل قوي اسمه ساوند دارت. الامبليفاير ده 60 واط اللي هو نص الامبليفاير البرو ساوند اللي كنا عاملين عليه ريفيو قبل كده، وبيشتغل بنظامين برضو الفولت والاوم، وهوريكم شويه اوبشنز كده فيه ظريفه جدا. ده الامبليفاير الساوند دارت ال 60 واط. يلا بينا بقى نشوف ايه الكنترولز بتاعته والانبوت بتاعته، واستنى كمان هوريك شياكه الجي بي ال كمان شويه. بس خلينا الاول نتعرف على الامبليفاير اللي هيشغل الجي بي ال مايكروفون. في البدايه يا عزيزي المشاهد الجميل هتلاقي عندك هنا زرار للباور، وهنا زرار للماستر فوليوم كنترول من 1 ل 20، وعندك كنترول للتريبل، وده كنترول للبيز، وده كنترول للاي او اكس، وده كنترول للفون مدخل الفون، وده كنترول المايك رقم 1. وهنا في البانل اللي هي بتاعه اليو اس بي بلاير، هنا ممكن نحط يو اس بي، ممكن هنا نشبك اي او اكس ويتحكم طبعا فيه هنا، وهنا ممكن نحط اس دي كارد اللي هي العريضه دي. وده عزيزي المشاهد هو الكنترول بتاع البلاير بتاع الام بي 3، يعني اي حاجه نحطها في المدخل ده اليو اس بي او الاس دي نقدر نشغلها ونوقفها من هنا، ويمين نجيب الاغنيه اللي قبلها، والشمال نجيب الاغنيه اللي بعدها، وهنا الام المود، وهنا نقول مثلا يعمل ريبيت للاغنيه تاني. يلا بينا نتعرف على المداخل الموجوده في ظهر الجهاز والمخارج برضه. ده طبعا مدخل الباور، ده الفيوز. هنا دي الانتنه بتاعه الاف ام لو حبيت توصل انتنه اريال عشان الاف ام، لان برضه هو في راديو على فكره نسيت اقول لك. وعندك هنا مدخل المايك رقم 1، مدخل المايك رقم 2، وهنا البريوريتي اللي انت هتدي بريوريتي للميكروفون او لا. البريوريتي هنجربها مع بعض هقول لك ازاي. برضه مدخل الاي او اكس بتحكم فيه برضو من الزرار بتاع الاي او اكس، وهنا مدخل الفون بتحكم منه في زرار الفون برضو. عشان نشوف المخارج بتاعته لازم نفك طبعا المسمارين دول. بص كده عزيزي المشاهد معايا، دول طرفين الميوت، وده الكوم اللي هو المدخل المشترك. وبص هنا بقى عامل لك مخرج للسماعات الاوم اللي هي ال4 اوم، ومخرج لل8 اوم، ومخرج لل70 فولت، ومخرج لل100 فولت. يعني عزيزي المشاهد تقدر توصل عليه 4 انواع من السماعات، 4 اوم، 8 اوم، 70 فولت و100 فولت. طبعا 70 فولت وال100 فولت ده ستاندرد، بيبقى 4 اوم و8 اوم، ده على حسب طبعا السماعه مكتوب عليها ايه من الظهر كام اوم بالظبط. يعني كده تقدر توصل سماعات فولت وسماعات اوم على نفس الامبليفاير وفي نفس الوقت. طيب عشان نجرب الامبليفاير ده محتاجين سماعه. في الفيديو اللي فات احنا وصلنا سماعه فولت على امبليفاير اوم اللي هو الامبليفاير الصغير الهيرديو، هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو في الانفورميشن. صديقي الجميل انت عندك دلوقتي فيديوهين في الانفورميشن، واحد بتاع الامبليفاير ال 120 واط بتاع البرو ساوند بالسماعات البوش، والفيديو الثاني الامبليفاير الصغير بتاع هيرديو مع سماعات جي بي ال. وهفكرك الفيديو اللي فات وصلنا سماعات جي بي ال اللي هي كانت فولت، وصلناها بالامبليفاير اللي بيطلع اوم. دلوقتي احنا هنوصل سماعه اوم عاديه. بص كده شوف 4 اوم 100 واط، 4 اوم النورمال بتاعها 50 واط. اوكي هنوصلها بالامبليفاير بتاعنا الجديد ساوند دارت. خليني اوريك برضو انا بوصل السماعه، البوزيتيف في البوزيتيف والنيجاتيف في النيجاتيف، وده الاحمر اللي هو هيكون في مخرج ال4 اوم. كده احنا وصلنا السماعه. قبل ما اوريك انا جايب لك ايه من جي بي ال، هنجرب نشغل الامبليفاير. طيب احنا جبنا الايباد بتاعنا وهنوصل عن طريق الاي او اكس، هنوصل في البانل اللي قدام. هنجرب بقى نشغل اي حاجه كده على اليوتيوب. السماعه اشتغلت من غير اي مشاكل. طبعا هنا بنلعب في التريبل، هنا بنلعب في البيز. البيز بتاعه هايل والصوت بتاعه نقي جدا بصراحه عجبني. طيب خليني اوريكم بقى الحاجه الثانيه اللي انا جايبها لكم النهارده، شياكه الجي بي ال. عزيزي المشاهد شياكه الجي بي ال في التغليف ده ايه؟ مايك وايرلس من جي بي ال، بارتي بوكس وايرلس مايك. هما الحقيقه مايكين بريسيفر واحد. بالمناسبه المايكات دي بتتشحن تقريبا 10 دقائق، بتشتغل معاك ساعتين. بص الشياكه الله عليك. ده المايك الاولاني، بس هم حاطينه في تغليف ازاي؟ دوسه واحده بس على الزرار ده تشغل لك المايك. حابب اقول لك ان هو بيتشحن عن طريق اليو اس بي تايب سي، وكمان حاطط لك هنا رابر عشان لو حبيت توقفه هنا كده ولا حاجه، او طبعا لو وقع منك ما يبصش يعني. ده المايك التاني، نفس الشياكه نفس الجمال. بص الريسيفر بتاعه، حتى الريسيفر برده مغلفينه تغليفه جامده قوي، وكله يا جماعه بيتشحن باليو اس بي تايب سي. ده مدخل الشحن بتاع الريسيفر. صديقي المشاهد انت بتتفرج على شياكه وحاجه تحس انت ماسك براند في ايدك. اول حاجه انا لازم ادوس على زرار الباور هنا كده، انا شغلت الريسيفر. بعد كده هشغل المايك، تك تك خلاص لقط هو كده، عارف ان الريسيفر موجود. انا هطفيه بس دلوقتي، وهبدا احط الريسيفر ده في ظهر الامبليفاير. هيجي واحد يقول لي هو انت ليه ما حطيتوش من قدام؟ يا باشا مفيش مدخل مايك من قدام، اعمل لك ايه انا؟ طيب يلا بينا بقى نشغل. الو. بص هنا الفوليوم كنترول بتاع مايك 1. ايوه بص انا بعلي من هنا
وبرده من الماستر كنترول بتاع الصوت بقدر اعلي. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم ان نقاء الصوت رهيب في المايكات الجي كمان المايك التاني هو شغال، الاثنين شغالين. الو 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 الو. هل ممكن كل الاصوات تشتغل مع بعض؟ يعني لو شغلت مثلا الميوزك كده، ايوه ممكن طبعا يشتغلوا مع بعض، بس احنا عندنا سيلكتور صغير كده عديناه المره اللي فاتت، وانا قلت لك انه اسمه البريوريتي. ايه البريوريتي ده بقى؟ ندي بريوريتي للمايك. يعني مثلا انا دلوقتي لو عامل بريوريتي اوف، لو جيت اتكلمت كده مع الميوزك انا صوتي طالع اوكي، لكن برضو الميوزك شغاله معايا ما اتطفتش. بالعكس كمان الصوت بتاعي الميوزك مغطيه عليه شويه. لكن انا لو قلت بريوريتي اون، لو جيت اتكلمت كده الصوت هيختفي بتاع الميوزك وهيبقى الصوت بتاعي بس هو اللي موجود. اسكت الصوت يرجع يشتغل تاني. وده يا جماعه اللي احنا بنشوفه في المولات، مثلا لما يبقى في حد عايز ينادي على حاجه ولا بتاع، ينادي على حد، فاول ما بيبدا يتكلم بتلاقي الميوزك سكتت والصوت بقى بس موجه للمايك اللي شغال او الشخص اللي هو بيتكلم. وبس كده. صديقي المشاهد، لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك في القناه لحد دلوقتي، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بعملها اول باول. كنت معاكم انا هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.